السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير في امان الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في اول فيديو في قناه يوميات ليفرور كازابلانكا. هاد القناه اللي غادي تكون كتطرق المواضيع خاصه بتوصيل الطلبيات وتبادل التجارب في هذا الميدان. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم غادي نبداو معكم اليوم هاد الحلقه. غتكون حلقه افتتاحيه كنتعرفوا فيها، ونتمنى من الله نكونوا خفاف على قلوبكم وما تبخلوش علينا بجيم وابوني. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون فيديو تعريفي للقناه اللي غادي نتبادلوا فيه الخبرات ديالنا والتجارب ديالنا في مجال توصيل الطلبيات بالنسبه لاصحاب الدراجات الناريه، اللي منهم عدد متنوع من المجالات اللي يكون له التوصيل ديالو، من ضمنها الاي كوميرس ومجال توصيل طلبيات الاكل. وهذا المجال هذا راه فيه السلبيات ديالو الايجابيات ديالو، وبغيت نتشاركوا معكم هذا المجال ديالي، نستافد منكم ان شاء الله وتستافدوا مني. وبحكم التجربه ديالي المتواضعه في هذا المجال ديال توصيل الطلبيات الدراجه الناريه، الحمد لله أنا دابا لمدة 8 سنوات وأنا كنشتغل في هذه المهنة هذه، وراها مهنة شريفة وفيها مخاطر وكثيرة بزاف، والحمد لله على كل حال. وأول حاجة اللي كنصح بها الشباب اللي يلاه بادين في هذه المهنة هذه، والمهم هو أنه ماشي يكون عنده واحد العدد كتير من الطلبيات في اليوم باش يكون عنده واحد المدخول، أو يكون خدام في شركة وخصو يكون يليفري بزاف يوصل طلبيات كثيرة. خاصو الأهم عنده هو السلامة ديالو، ويستافد من التجارب ديال الناس اللي سبقوه في هذا الميدان هذا. وهذا المجال هذا كيطلب شويه ديال الصبر، يكون ليفرور عنده الخطر وما يستريساش. الا مشى تستريسا راه ما غاديش يكمل النهار، وكاينه بزاف ديال العوامل اللي كتخلي ليفرور مبتدئ كتخليه يدهش وما يكملش النهار ديالو بالمستوى اللي كان هو كيتوقع. كيكونوا عنده الطلبيات كتار وكيكون باغي يدير واحد المجهود، ولكن الا كان يعرف ينظم الطلبيات ديالو ويوزعهم على حسب لي زون اللي عنده، ويعرف لي بابراس ديال من الاولى من الثانيه شكون هي اللي غيبدا بها. وكاين طرق كثيره اللي كتساعد الليفرور هو يعرف يتعامل مع لي كوموند ديالو باش يمشي بهم في النهار على حساب. كاين عوامل ديال الوقت كتلعب دور، والطريق، وبعد خطرات حتى الكليان كيكون عنده واحد العنوان معين، وملي كيتصل به الليفرور كيلقاه في عنوان اخر. ما خصوش يتستريسا، خاصو يديرو ديما في لازون هو الاول ويعيط ليه، ويحاول بانه اللباقه ديال الهضره تكون واحد اللباقه جيده، واخا يكون هو رغم الضغط ديالو والستريس ديال الشارع والطوموبيلات ولي كوموند. خاصو يعرف بانه هذاك الانسان لو كليون خصك دائما تهضر معاه بواحد اللباقه بواحد الطريقه، ولو تشوف راسك ما غتشدوش تحاول كيفاش تفسر ليه بواحد الطريقه، يا اما يحاول يغير لك العنوان لوقت لاحق، او تحاول تديرو في الروتور. يعني في بعض الحالات كما ذكرت لكم من قبل كتلقى بانه داك الكليان اللي كيعيط ليه موزع الطلبيات كيصحابو بعض الاحيان بانه جايب ليه غير ديك الطلبيه ديالو هو بوحدو، ما كيعرفش بانه هذاك الليفرور اللي جايب ليه ديك لا كوموند ديالو اللي كتكون جايبها ليه غيوصلها ليه حتى للدار، بانه راه عنده فيها عده عوامل اللي هي كتخليه هو يكون باغي يوزعها في اقرب وقت باش يمشي يتفرغ للطلبيات الاخرى اللي كتكون عنده. بحالي دابا انا كما درت لكم دابا في تصوير هذا الفيديو، انايا الفيديو جاي من الهجاج ما بورغون الدار البيضاء، وعندي واحد الطلبيه غادي نوزعها في كلينيك الساحل مستشفى الساحل ديال عين الدياب. وكان بالامكان ديالي نمشي عبر شارع بنو سينا، ولكن انا تفاديت شارع بنو سينا وهبطت للشارع الساحلي اللي هو كيكون ارخف وكيكون ما فيهش ازدحام واكتظاظ كتير وما فيهش عده ديال الاضواء، ما كاينش الضواء الحمرين. وانتم كما كتشوفوا في الفيديو راه تقريبا كانت شي 12. كون شديت شارع بنو سينا مثلا او شديت عبد الكريم الخطابي
اللي هو كيتسمى عندنا في الدار البيضاء بطريق ازمور. كنت غادي نتعطل بزاف، ولكن انا لا كنحاول نتفادى الشوارع اللي هي فيها ازدحام كتير، اللي باش انايا باش ما نستريساش وباش ما نحاولش نضغط على راسي. ملي كيضغط الليفرور على راسو كيولي بعض الخطرات كيلقى راسو غادي في لانتيردي، شاد لا لوكاليزاسيون في الدو داخل الاحياء والازقه الضيقه، كاين اطفال اولاد كيلعبوا قاطعين، ناس كبار. هادو عوامل خطيره كتعرض دائما هذا الموزع للخطر، وكي لا قدر الله ما كيكملش النهار ديالو. يعني في هذه الحالات هذه الانسان كل ما تفادى الشوارع ويكون عنده واحد الدرايه في الشوارع ملي غيمشي ليها هي الاولى، غادي يمشي غادي يكون عنده الامر مزيان، الامور ديالو غتمشي مزيانه. المهم انا باقي غادي نشارك معكم اليوميات ديالي كليفرور، ونتقاسم معكم فيها الآراء والتجارب، الزوين ديالها والخايب ديالها، باش نحاولوا كاع الشبان اللي يلا بادين ان شاء الله في هذا الميدان ديال توزيع الطلبيات اللي هو كنشوفوا تبارك الله غادي وكيتنمى وكيكبر، وبغينا القطاع هذا ان شاء الله يتقنن، حيت كاينه بزاف ديال الامور اللي هي الدراري شباب باغا تخدم ولكن ما مقنناش وما لاقياش اللي يدعمها. ونتمنى من الله هذا الفيديو هذا الاول اللي بديت به معكم ان شاء الله يكون خير على هذا الميدان هذا ديال الليفرور، ونشاركوا فيه جميعا حنايا الليفرورا يد في اليد، حنا كاملين خوت كنجريو وراء لقمه العيش. والاهم من هذا الشيء هذا اللي كنطلب منكم هو السلامه ديالكم الاخوان، وما تغامروش بريوسكم، راه مهما يكون راه الصحه هي كل شيء. واللهم لك الحمد على هاد لقمة العيش اللي عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. نتمنى من الله الامور تمشي مزيانه، وباش ما كان كما ذكرت لكم مازال نشارك معكم اليوميات ديالي ومواضيع جديده ان شاء الله، كل نهار تشوفوا موضوع في شكل. وما تنساونيش بلايك وابوني وكومنتير فضلا وليس امرا، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتبقاو على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.